بتتعلمي طبعا حته التعلم الذاتي كانت ضروريه، بتقري كتب. يعني إن الغالبيه عقلتهم كده ان التفكير فيه هي هتجيب لي كام وقت النجاح، الكل فرحان. بس القصه ما فيها ان انا يعني كنت من الناس اللي هي تروقت فتره الكورونا، فهو كان حاسس ان يعني في فضول، انا عايز اعرف الزبون الجديد ده ميته ايه. طب انا هجرب واحد واثنين، اشتغل على واحد واثنين. يعني لو انا جاي اعين مروه، تمام، انا هاخد مروه عشان اشتغلت في الشركه الفلانيه، لازم اراعي اللي هيتكلم ده التون بتاعته عاليه، التون سريعه، الكلام ده كله مليون تفصيله لازم تبقى في بالي وانا بشتغل. بس اللي بيفرض سعر هو اللي عامل براندنج حلو. اتقل رجلي شويه او اصبر شويه لحد ما اشوف هي هتسمع معايا في ايه. تخيل نفسك فنان وبترسم لوحة، وبدل ما تستخدم الألوان هتستخدم الكلمات. يا ترى الألوان اللي هتستخدمها ايه عشان ترسم لوحة فنية تحفة جمهورك يفضل واقف قدامها كتير من غير ما يتحرك؟ هنتكلم النهاردة عن صناعة المحتوى وكواليس صناعة المحتوى، وازاي الكلاينت يختارك عشان اسمك اللي على الكارت مش اسم شركتك. أنا مروة معتز وليكس توك. مشرفني في حلقة النهاردة مستر محمد يوسف، سكريبت رايتر وكونتنت رايتر وهوست بودكاست مج شاي بلبن. زي حضرتك مستر محمد؟ تمام الحمد لله. ايه الأخبار؟ كله حلو الحمد لله. تمام. يعني منورنا. شكرا لوجودك. وسط سباق الإنجازات اللي بيحصل دلوقتي والحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا، شباب كتيرة قوي بتبقى مش عارفة تبدأ منين، تبدأ ازاي. بتحس انه ناس كتير دلوقتي هي بتعمل حاجات كتيرة تكتبها على السي في وتكتبها في السي في اذا كانت ستودنت اكتيفيتيز معينة دخلوها او حاجة. ازاي حضرتك بدأت، وازاي حضرتك ما كانش فيه في دماغك الافكار الكتيرة دي في المجال اللي اخترته؟ بصي، هو بالتجربة علشان يعني أكون أمين معاكي. الموضوع فكرة إنك عارفة طريقك ماشي إزاي والحياة حلوة لا، ده يعني قد يكون من 7 المستحيلات مش من رابع المستحيلات كمان. يعني أي حد بيتخرج بيبتدي يخبط. يعني لو أعدلك كم الشغلانات اللي أنا اشتغلتها علشان بس أبقى فاهم أنا عايز أعمل إيه. فكرة الستودنت اكتيفيتي ما كانتش واسعة قوي في الكلية، لكن اعتمدنا على ان في كورسات وكانت محدودة جدا. فبتطلع تخبطي. يعني اشتغلت مندوب واشتغلت رسام كاريكاتير في مجلة، ويعني اتطوعت في بعض الاماكن. بعد كده يعني ربنا كرم بشغلانة كويسة، اشتغلت في موظف حجز تذاكر طيران، وبعدين رحت علاقات عامة في مستشفى، وبعدين خدمة عملاء في شركة اتصالات، وهكذا. واحدة واحدة بتبتدي ان انت تتنقلي لحد لما جت فرصة ان طب ما تشتغل في شركة ترجمة، بيزنس ديفلوبمنت. فاشتغلت في وسط كل ده. انا كان في لاين انا كنت محافظ عليه. اللاين ده اللي هو الهواية عامة. اوكي. الهواية اللي هي انا بالنسبة لي كانت القراية. ده بشكل منتظم. يعني دي كانت اكتر حاجة انا بحب اعملها، يعني من فترة للتانية. كانش بقى الهيصة بتاعت البودكاست والكلام ده كله. ايوه. مع الوقت يعني 2009 2010 بتبتدي خلاص بقى تبتدي السوشيال ميديا تطلع واحده واحده، تبتدي ان انت تتفاعلي بالكتابه واحده واحده. طيب انا الشغلانه دي انا عارف انها وظيفه بس مش الباشن، مش الشغف، وده حال ناس كتير. طيب واحده واحده بتكتشفي ان لا، ده في سوشيال وانت بتكتبي، وان الكتابه دي ليها مردود، وان ليها ارضيه خاصه عند الناس، والناس بتقرا وبتنبسط. طيب يعني انا برضو كنت واخد الموضوع هوايه. فبيجي ناصح امين واحد ابن حلال بيقول لي طب ليه ما تحترفش الموضوع؟ طب نحترف ازاي؟ طب ما في حاجه اسمها كتابه محتوى، طب ما تتعرف على المجال. طيب صح. ما نبتدي من الحته دي. ايوه، ده كان سؤالي، انه ازاي بقى حضرتك بدات مجال صناعه المحتوى، او اشمعنى مجال صناعه المحتوى؟ لان دلوقتي ناس كتيره قوي دخلته، بس اللي بيخشوا دلوقتي بيخشوا شويه اللي هو لسه بيكتشفوا هو يعني ايه صناعه محتوى اصلا. فاشمعنى حضرتك اخترت المجال ده بالذات؟ اخترت المجال لان يعني رقم واحد هو متوافق مع الامكانيات. ثانيا انا عندي قاعده كده، هتشتغل شغلانه لازم تبقي مستحمله تعبها قبل اي حاجه. صح. لان انت لو مسكتي الوظيفه ديت بشكل او باخر انت مش قادر عليها من الناحيه النفسيه، وهي عباره عن عبء نفسي بيزيد يوم عن يوم، هتسيبيها مهما كان المقابل اللي انت بتاخديه. فهم دول القاعدتين. فانا واحد بحب الكتابه جدا. الفكره ان انا لو قعدت مسكت ورقه وقلم هسرح، وهفضل اكتب على السوشيال، قاعد هكتب هعيش حياتي. فمن هنا جه الكونسبت بتاع الكتابه بشكل عام. يعني بس ابتديت ان انا احاول احترف، احاول ان انا اخد ورك شوبس. بتتعلمي طبعا حته التعلم الذاتي كانت ضروريه، بتقري كتب، بتحاولي تعرفي الدنيا ماشيه ازاي، مثلا في الدايركشن بتاع الكتابه از كوبي رايتر، كونتنت رايتنج يعني ايه. طيب اجرب، طب ما اخد شغلانه، طب في الاول ببلاش اجرب.
ليه لا، ما انا ببلاش علشان خاطر ما احسش بالذنب ان انا لبست الراجل في في حاجة الحيط. بايظة او حاجة. هو فاخدها لسه الله حلوه. بنتعلم. اه. بالظبط. فماشي الحال، يعني واحد في التاني، فهوب الموضوع سمع، فريفرنس الشركة. فالشركة جابت حد تاني، حد تالت، بصيت لقيت حد بيقول لي طيب ما انت بقالك كده سنتين تلاتة بقيت بتكتب، طب ما انا عندي فرصة، انا شغال بره امم. وفي شركة بره كانت محتاجة حد ما رشحك. اللي عملناه جوه نعمله بره، بس بشرط ان يعني فكرة الجوه والبره، لو انا جوه قدرت ان انا اشتغل كويس، انا عندي القابلية ان انا اشتغل بره. بس لو انا مش ناجح جوه صح. مش يعني هعرف خلاص اطلع اتليست هطلع بره. اه البيزكس بقت عندنا، عارفين احنا هنعمل ايه، هتبقى كاستمايزد اكتر لما نيجي نطلع بره. بالظبط. وهي متطلبات قد تختلف من عميل للتاني، امم. فما عليكي غير ان انت تبقي عارفه المتطلبات الجديده ايه، ويا تقدري عليها او تحاولي تعافري فيها، يا اما ما تعرفيش خالص. صح. ومن هنا جت الخطوات. لكن بدايه السؤال لو قلت لي عارف طريقك من البدايه، هقول لك لا والله، انا يعني زي اي واحد كان بيخبط وبيجرب لحد لما عرف هو عايز ايه، بس تمام. هي صح. كتر التجارب. طيب تفتكر ايه يعني ايه اكتر حاجات دلوقتي بتسبب ضغط للشباب او ازمه للشباب ان هم مش عارفين قوي يروحوا فين؟ طب يبداوا انهي كارير باث بالنسبه لهم هيكون مناسب، اذا كان في الجامعه او حتى بعد الجامعه على طول؟ اكتر حاجه بتسبب ضغط برضه نقطتين، التشتت امم. المستمر والتسرع. التشتت لان انا شايف حاجات كتيره، ورقم اتنين التسرع، ان انا لما بخش حاجه من الحاجات الكتيره ما عنديش صبر ان انا اتقل رجلي شويه او اصبر شويه لحد ما اشوف هي هتسمع معايا في ايه. صح. طيب التشتت انا بيبقى عندي خمس ست مجالات، حاسس ان الخمسه ستة دول انا شاطر فيهم، امم. بعرف اعملهم. بس لما اجي اقول لك مثلا عايزين رانك او نحط ترتيب من واحد لستة، هنا بقى لا، طب انا دي كويسه، دي وحشه، طب لا، واحده واحده، وادي لنفسك مثلا رقم واحد دي كويسه، ورقم اتنين كويسه، وتلاته معقوله، طب انا هجرب واحد واتنين، هشتغل على واحد واتنين، امم. واحده واحده هيبتدي الطريق يظهر. بس هل في حته الصبر؟ لا، ما في حته لا، الصبر. هم بيتنططوا كتير قوي، يجربوا هنا شويه يجربوا هنا شويه، بيبقوا مش عارفين لسه، يعني عندهم حته توهان كده، انه انا هجرب هنا واشوف، مع انه ممكن يكون ما و... كملش الدنيا للاخر مهم. وحكم على و... الكارير مثلا بسرعه، او ويأس حكم. سريع، يعني هو ممكن بالظبط. يكون قريب، اه. بس لا، في حاله من اليأس السريع. امم. دي مشكله. يعني انا افتكر ان يعني حتى انا ممكن اكون بدي كورسز في كتابه المحتوى، ولكن البدايه انا خدت يمكن 8 شهور فري. الكلام صح. ده بروح وبدي ورش وبتاع وبجرب، والناس بتعرفني وانا بعرف الناس، بعرف متطلبات الشغلانه اكتر. صح. يقينا هتجيب، بس مش اكيد. دلوقتي. امم. مفيش حد بيزرع وبتطرح في بعديها بربع ساعه، صح اشرب جدا. كوبايه شاي تبقى طرحت، لا، ايوه. الموضوع بياخد وقت. صح. فحته التسرع طيب، والتشتت، التشتت لان دايما في مغريات، وهو المزوره بتاعته مش الكواليتي او امكانياتي ايه. للاسف ما طبعا يعني في ناس مش عقليتها كده، بس الغالبيه انا احسب يعني ان الغالبيه عقليتهم كده، ان التفكير في ايه هتجيب لي كام. بيفكروا قدام قوي، مش بيفكروا في دلوقتي ايه، او طب انهم مش بياخدوا الموضوع ستيب باي ستيب. بالظبط، ما هو انت امكانياتك ايه دلوقتي علشان تاخد ابو كام ده؟ امم. لا، هو دلوقتي شايف ان متطلبات الحياه صعبه، فانا عايز كتير. طيب صح. هل امكانياتك تسوى الكتير، ولا انت محتاج تشتغل شويه عشان تجيب الكتير ده؟ لا، انا عايز كتير دلوقتي. امم. فالكتير ده ما بيجيش دلوقتي، فاجي اقول لك ايه في الاخر؟ الشغلانه ملهاش لازمه، فاروح للمجال التاني، فابتدي انا. صح، مفيش صبر، يعني هو مش بيستنوا على الحاجة اه لحد ما يشوفوا، ممكن ف ما بيجيبوش آخر الحاجة من الآخر يعني. واكتر سؤال ممكن يكون بيجي لي، هو البرمجه بتكسب ولا الترجمه؟ البرمجه بتكسب ولا كتابه المحتوى؟ امم. والله هو اللي بيكسب، هو انت اللي بتكسب. يعني انت لو اسمك كويس في السوق، الناس هتجيلك وهتشتري منك. الناس محتاجه كل حاجه. صح، زي ما حضرتك قلت، ازاي العميل يختارك عشان انت اللي اسمك على الكارت، مش اسم بالظبط. الشركة بس. بالظبط. ودي كانت حصلت مع مديري لما رحت قلت له انا عايز افتح شركه وبتاع، كنت يعني واخد قلم في نفسي شويتين وقتها يعني. وكنت عامل نسب مبيعات كويسه، فقال لي بص، انت بتروح تقدم الكارت، الناس بتاخد من الشركه، ولا انت اسمك اللي بيبيع؟ خلاص دي شركه، دي محمد شغال فيها فانا هشتري منه، امم. اسمك تفرق. ضمان. تفرق. يعني لو انا جاي اعين مروه، تمام، انا هاخد مروه عشان اشتغلت في الشركه الفلانيه، ولا هاخد مروه علشان انا عارف ان الكواليفيكيشن او الامكانيات بتاعتها لا، تحدي جامد في السوق، اسمه مسمى. امم. فانا هاخد ايه؟ هاخد اللي كانت شغاله في الشركه الفلانيه، ولا صاحبه الامكانيات المتميزه؟ تفرق. طيب ازاي بقى الشخص او اللي هيبقى بيشغال في الكارير بتاعه يثبت نفسه لدرجة انه انا خلاص، انا اسمي اللي بيبيع مش اسم شركتي، او الناس خلاص عرفتني اكتر، فانا تمام، انا بقى ليا تواجد؟ يعملوا عايز ايه او بيفكروا بايه وقتها؟ عايز الحق اه. يقفل بقه ويشتغل. امم. اه والله. يعني
ده رقم واحد يعني، مش في البق دي حاجه وحشه لا، بس اللي هو يبقى مركز وبيسعى في شغله اكتر. ركز، امم. اللي هو يعني عبوس دماغك، ركز شويه تمام، واسعى واشتغل. مش هتيجي من اول مره ده، ولازم تبقى فاهم حاجه زي كده، ان مفيش شغلانه بتيجي من اول مره. صح. وان الاخفاق مش عيب، احنا كبار وبنبقى شغالين وبقالنا 15 سنه وبقالنا 20 سنه شغالين كمان دلوقتي ولكن بيجي وقت بنغلط، وبيجي وقت ما بنبقاش موفقين، وبنقدم على حاجات وما بناخدهاش، وبنقدم على حاجات وبتلاقي ناس احسن منك خدتها، امم. عادي جدا. بس فهي دي الفكره، شغل شغل شغل، الشغل بيثقل المهاره نفسها صح، وزي ما يعني. بيقولوا الشغل بيجيب شغل. خلاص انا فتحت لنفسي هنا سكه، فانا اثبتت نفسي هنا، هبقى خلاص word of mouth بقى، والله ده فلان الفلاني عمل لي شغل كويس، فتمام تقدر تشتغل معاه اه وتعمل شغل، يعني، وهكذا الدنيا بتمشي. يعني اسمحي لي برضو اضيف حاجه. يعني كان عندي مدير انجليزي دايما يقول لي لما بقول له، انا لما يلاقيني اتشتت بقى وشاف ان انا ايه هبتدي افرك اه. وخلاص سلك الكهرباء اللي هيلمس ده، انا عايز اعمل بقى الحاجه الفلانيه عشان ايوه لما ايوه، الافكار تشقلب. بتبتدي تنور بقى. اه لما تشقلب تنزل معايا صح بقى ايوه. في الايه، تسمع في تقول لي، محمد ماستر يور سي، يعني خليك انت يعني بالعربي كده المعلم في صنعتك، امم. بالبلدي صح. يعني ماستر يور سي. خليك انت زي البحار الشاطر اللي متحكم في مركبه، في المحيط بتاعه، في البحر بتاعه، في كل حاجه. امم. خليك الاستاذ. وانس ان انت بقيت كده تمام، اهدى وشوف بقى العروض اللي هتجيلك. لان انت النهارده ايه اللي بيخليك او ايه اللي بيخلينا في دايره ان ايه، ان انا في ابو قرش وابو قرشين والدنيا ضيقه، إيه ان انا مش فارض اسمي. امم. دي برضو مشكله. صح. البراندنج مش معمول حلو. الناس بتقول لك بيرسونال براند، بيرسونال براند وبراندنج، بس اللي بيفرض سعر هو اللي عامل براندنج حلو. تلاقي براندات يعني اسمها كبير، امم. الكواليتي مش حلو، بيع بسعر عالي، صح. بس هو بيعها حلو. ايوه، هي فكره في البيع الحلوه. بس بيع الحلو طبعا امكانيات، عشان بس امم. ما حدش يفتكر ان اه هو اه اه. يلمع نفسه خلاص في ايوه، يعني لا لا فاضي لا، هي الموضوع. الفكره فعلا في قد ايه الافورت مبذول في الحاجه اللي هو بيبيعها دي. بالظبط، فهي عايزه شغل صح. شغل شغل، لان كتر الشغل هيطلع تجارب. وبس هو يعني ربنا حتى قال إن لا نضيع اجر من احسن عملا. انت بتسعى، بتتوكل على الله، بتاخد خطوه، والخطوه اللي ما بتجيش دي اكتر خطوه بتعلم اكتر من اللي بتيجي. اللي بتيجي وقت النجاح الكل فرحان، امم. بس لما الدنيا بتقع والواحد يعني نقولها بالبلدي كده بيخيب وما بقاش موفق خالص، امم. لا ورقه وقلم ويبتدي يحسب ويبتدي يحسن عشان يعلى تاني. صح، يعرف هو أثر في ايه او محتاج يشتغل على ايه او كذا، فيبتدي يركز اكتر. فخلاص انا الغلطة اللي غلطتها هنا انا هخلي بالي من المرة الجاية، ويبتدي يتعلم بالطريقة دي. بالظبط. كنت حاجة قبل كده على لينكد ان قلت على كتاب اسمه كتاب التأثير، ورشحته ناس كتيرة قوي مهم. تقراه. ايه مميز في ايه، او يعني كان بناء على ايه ترشيحك ليه؟ هو الكتاب قد يكون قديم شويتين، امم. ولكن الفكرة التأثير مبني على السلوك البشري وعلم النفس. وتيجي تبص تلاقي ان بعض القواعد تنطبق بشكل كبير جدا جدا على كل حاجة احنا عايشينها. يعني على سبيل المثال من ضمن الأمثلة، وطبعا خلينا نعملها لوكاليزيشن او نتكلم بلغة السوق امم. بتاعتنا، ان ليه التاجر السوري بالعربي كده تبص تلاقيه كان موقف لك واحد بره على باب المحل وبيديكي مثلا عينه، امم. او تبص تلاقي انت داخله كده يا بلاش، ممكن تكون مالكيش في الحلويات قوي، ممكن انا يعني دبدوبه شويه في القصه دي تاني. فيعني ما انت داخله مثلا محل حلويات سوري، حته كده صغيره، عندهم اسلوب ماركتنج كده. هو والله لا اشتري هتشتري يعني الصينيه، انت ما هتشتري. تعديش عليا، انت ما تديني حاجه اخش اخد شيل الصينيه كلها. ايوه، ما بحبش حافظينهم. ما بحبش حد يعدي عليا في الحته دي. اه. فغصب عنك تحس ان انت محرجه وممتنه. فالحته دي ممكن يعني خلينا عشان الكتاب بس بالانجلش، لو هنترجم بالعربي هقول لك انها ثقافه الامتنان. امم. انك بتحسي بشيء من الامتنان لو حد قدم لك معلومه او قدم لك سيرفيس هي فور فري. صح. والامتنان ده انت بتحس انك ملزمه ترديه، ولا يشترط ان انت ترديه في شكل بيعه وقتيه. يعني يعني لو احنا هنطبق ده على كتابه المحتوى، لو انا كتبت محتوى نافع امم. بيقدم علم للناس والناس استفادت، هيقولوا ايه؟ هتلاقي وورد اوف ماوث ابتدى ينتشر ان صح. محمد يوسف شاطر صح. بيقدم حاجه مفيده، فاللي بيدور على شغل هيروح لمحمد يوسف. فلو رجعنا لبتاع البسبوسه، هو مش شرط ان انا اخش اشيل فعلا نص لا 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 الصينيه، لا، خلاص بقى، اصل لكن رمضان جاي، اصل احنا اه عندنا عزومه، اصل مش عارف مين بقى تعبان، هنروح الراجل نجيب بقى ده انا بسبوسه. افتكرته ده، يعني ايوه. اداني حته صغيره كده، اه. مش عايز اقول لك ننزل بقى ايه نتسحر عنده كلنا بقى ايوه بعد. ايوه ايوه، لا في حته ماركتنج كده هم مش واخدين بالهم منهم، اه يعني شايفين ده انه كرم من عندهم ويلا ودوق لا لا لا، وكل. اللي بس هم هم عارفين بيسموها، بيلعبوها صح. هم حتى بيسموها القتاشه. القتاشه دي اللي هي اللي جايه من الاتاتشمنت. اه.
او يعني اللي هي ايه الهوك او صح، الحاجه الحاجة اللي الغامزه هيشدك بيها عشان تقدر انت تكمل بعديه معاه. بالظبط. اه. طبعا يعني في بعض الاماكن طبعا ما بيحصلش الكلام ده، تحس ان هو عمال يحنتف لك في الحاجه اه. وعايزه الاقي اه. يقفلها لك في كرتونه وممنوع تلمسيها والكلام ده كله، فجاه بتروح لحد تاني اه. لا بيطلع لك بدل العينه اتنين وتلاته واربعه، صح، والناس بتحب تجرب ومش عايز يعني. ومش عايزك تشتري، لا لا يعني لا انت لا لو لا. مشيتي في الاخر مش هقول لك حاجه. صح. اه، لا، والناس بتحب تجرب. انا عايزه اشم البرفيوم ده. في مهم. المولات دايما مهم. حاجه تحب ترش مش عارفه ايه. حته الاكل فعلا الناس بتحب تجرب، عشان بقى كده لما تيجي تشتري فتبقى خلاص انا 100% واثقه ان الشخص ده كويس، انا دقته اصلا قبل كده مش عارفه ايه، فالدنيا بتبقى مختلفه. بالظبط. يعني الكتاب ده تحديدا امم. هو يعني متعمق قوي في حته السلوك البشري، ومطبق ده بشكل حلو في قواعد تسويقيه لذيذه جدا وخفيفه، ولما تيجي تفكري فيها تلاقيها بتنطبق على احوال كتيره جدا موجوده. امم. فده يعني الموست ريكومندد يعني، حلو ده جدا. احسن حاجه في الجزئيه ديت، خاصه للناس بقى اللي هي ايه بتكتب اعلانات كوبي رايتنج، امم. وبتعاني في الحته بتاعه التارجت ان هو محتاج انه يكتب اعلان عشان يبيع عشان يجيب مكسب كويس. صح، وخلاص هي ببقى ابتدي اعرف اكتر عن التارجت اودينس بتاعي، فابتدي اكني بدرس سلوكه ايه، فاعرف انا المسج اللي هوصلها له ازاي. بالظبط. ايه قصه احمد القهوجي بقى؟ طيب هو طبعا الناس ترجع تقول لك احمد القهوجي ده هو ده بجد ولا اشتغاله ولا انت ايه حكايتك ولا انت. طيب هو الراجل موجود والحمد لله حي يرزق في قهوه في الزمالك. بس القصه ما فيها ان انا يعني كنت من الناس اللي هي اتروقت فتره الكورونا والبيزنس بتاعها يعني ايه تضرر بشكل كبير، امم. فانتقلت من خانه المينيمم تشارج والكافيهات الحلوه الجميله ديت للقهوه البلدي اللذيذه اللي كانت في الزمالك برضو، لان انا دايما بقعد في مكتبه الديوان. اوكي. فيا اما باخد يعني القهوه هناك، يا اما مثلا في اي كافيه قريب بعدين اروح اقعد اشتغل واقرا برضو. ففوجئت ان يعني القهواجي في القهوه دي كان شايف ان انا زبون جديد، فهو كان حاسس ان يعني في فضول، انا عايز اعرف الزبون الجديد ده ميته ايه امم. وهينفعنا ولا مش هينفعنا. فابتدى ان هو بقى ايه يتطفل، فابتديت انا طبعا الاحوال مش احلى حاجه وهي مش ناقصه يعني اه. قهوجي رخم، انا يطلع بقى جاي هنا تعالى الله اروق يكرمك دماغي هي ساعه كوبايه شاي وهتكل على الله. ايوه. بس مع الوقت ابتديت انت دايما عندك المنظورين للحياه، انت بتشوفي بعض التصرفات يا حلوه يا وحشه، زي سكاندوف شاي بلبن يعني، امم. اللي هو يا الحته الغامقه اللي في الكوبايه يا الحته الفاتحه، بس اوفر ايوه. اول ده الميكس بتاع الحياه كلها يعني. مش بدي بعد فلسفي للمج يعني، بس لا بس بس هي يعني فعلا وجهة نظر. الكونسبت اه. او يعني المنظور من يعني او الحكايه من منظور رايق شويه. امم. فبتبص التصرف مثلا بتاع القهوجي ده اللي هو يعني انا حتى في مره من دول بكلمه بقول لك ايه، في حد يعني اجيب منه سندوتشات برضه مقفل عشان مش عايز حد ياخد عليا في كلام. اه. فقال لي اه في عم عبده. فبقول له مين عم عبده؟ قال لي اللحمه الحلوه عنده. فتتهرج قال لي والله العظيم هو اسمه كده هو اسمه كده. فابتدى يعني لقيته هو مش خلاص عايز احنا هنهزر مع بعض بقى. فيعني ماشي اجي اساله برضه يعني فيعني الموضوع يعني لمس معايا في حته كتابه، طب نكتب. امم. طب جيت برضه بعديها ايه كام يوم فبقول له بقول لك ايه، عايزين حاجه حلوه كده سريعه. فبيقول لي بطاطس وزلابيه، قلت له مش في الحاجات دي. قال لي خلاص طاير يا فطاير. قلت له ده سيم، قال لي والله العظيم محله في اخر واضح ان الشارع هو وهجيب معاه اجيب. ليست. قلت له هو انت ما تعرفش في الزمالك غير كل الحاجات اللي اساميها ملبشه يعني، ما اه. فيش حاجه ماشيه معاك سهله كده. فمن هنا جه الكلام، لما جيت بقى اكتب الكلام ده امم. على السوشيال ميديا، تفاجئ ان الناس تحب الحكايه، امم. تحب الحدوته. حتة الستوري تيلينج. والراجل ده بقى ليه شعبيه اكتر مني على السوشيال. خلاص هو يعني بقى انا معروف، الراجل اتشهر. يعني اللي هو ايه، انا ممكن النهارده اكون عندي 67 الف متابع على الفيسبوك، بس اللي عارفني البيت وناس والخمسه سته اللي احنا منهم، لكن الباقي ده احمد بقى مع الراجل القهوجي التاني ده. ايوه. فالكتابات من منظور ان انت شايفه الدنيا ازاي، امم. شايفه الموقف دمه تقيل ولا دمه خفيف، شايفاه يضحك ولا شايفاه وحش. صح. وانت دايما يعني ايه خلاص انا بقيت مركز مع ان ده حدوته حلوه. ومن هنا بقى جه امم. الكلام، قلت له بص تعالى بص انا كتبت عنك كذا، الناس بتقول عليك كذا، عجبه الموضوع بتاعي. يا نهار ابيض انت طبعا بتطلعني طبعا. انا كده، ايوه. يا نهار ابيض الراجل اتشهر خلاص. وعجبه الموضوع قوي. حلو جدا. طب ليه اكونت؟ لا هم يعني برضو شايف ان لا انا ما محتاجش بالعدد ده، مش الدرجه دي. بس هو انا الراجل. متكيف الموضوع ده. ايوه ايوه، لا خلاص هو بياخد الفولورز يعني عن طريق حضرتك. وهو ممتن لفكره التعليقات اللي بتتكتب، الناس امم. بتقول احنا بنحبه احنا مش عارف ايه، الموضوع كان ظريف في اه. بعض الاحيان. ويعني انا احسب ان هو انسان بسيط برضو الراجل، يعني الموضوع يعني رسم له ابتسامه ظريفه. ايوه. الحدث نفسه والكتابه هو عجبه السرد، وعجبه ان الناس بتقول له
شكرا وانت دمك خفيف وحابين القصه. وانا فوجئت ان ده بيعود عليا بفكره ان في ناس حابه ان انا اكتب لها سكريبتات بناء على فكره ان انت بتكتب الكلام ده. اه فهي حواديت حلوه. احنا كصناع محتوى او كونتنت كرييشنز شويه لما بنتعرض لمواقف معينه او نشوف شخصيات معينه في حياتنا، الواحد مش بيمروا كده مرور الكرام، لا الواحد بيبقى بيركز فيهم في تفاصيلهم شويه، يعني الى حد ما بنستلهم منهم ساعات حاجات كتيره اللي قوي، عايز طريقه يذاكر، الكتابه. اللي عايز يذاكر. اللي عايز يذاكر، امم. لان انت لو جيتي للحق قليل اللي عايز يذاكر وعايز يشوف الدنيا بمنظور كتابة المحتوى كان امم. في شغلانتنا على اه. الأقل. يعني اللي برضو نفس القصة الفوتوغرافر برضو ممكن تلاقيه ماشي كده عينه لقطة كادر حلو موجود. كان ليا واحد صاحبي نحات وقعد في فرنسا، كنا قاعدين وجبنا أكل وقعدنا أكلنا فجأة، هو شاف في الورق السوليفان حاجة فخده عمل رسمة وش جميلة جدا. اوكي. تمام طبعا فاللي هو انت شايفه يعني صح. شغلك خلاص، انت متشبعه بشغلك ايوه خلاص ولدرجه ان بقى انت شايفه شايفه طول ما الدنيا. هو ماشي. اه ولا لا. صح. الإبداع دلوقتي هو البنزين بتاع صناعة المحتوى، وسلام لما الإبداع نحطه فيه كتابة السكريبتس، الموضوع بيبقى مختلف تماما، بحيث ان الواحد بيبقى قادر يطلع المشاعر والحاجات اللي بيفكر فيها. يعني حضرتك من منظورك او من طريقة كتابتك للسكريبتات، ايه المهارات اللي لازم تكون موجودة في السكريبت رايتر تكون مختلفة شوية عن الكونتنت كرييتر العادي؟ السكريبت رايتر محتاج ايه؟ آم، محتاج ان يكون، يمكن هي مهارات مش يعني حاسسها هتبقى غريبه شويه، بس محتاج اطفاء الطابع البشري على السكريبت. بمعنى. ده رقم واحد، ان انا اكون فاهم طبيعه اللي قدامي. امم. يعني ما بقاش برضو ايه، ما بقاش ماشيين، ما بقاش بكتب وخلاص. يعني ممكن اكون شايف ان والله استاذة مروة هي شخص طبيعته هادية، فبالتالي لازم ابقى فاهم ان مساحة الكلام اللي هتتقال لازم تبقى قليلة في جمل كويسة، لان هي هتقولها بشكل كويس فهنقدر نكتب سكريبت مظبوط. في حد تاني ممكن يبقى هايبر اكتف، امم. سريع شوية، فده محتاج عدد كلمات اكتر علشان خاطر ناتشيف او نخلص الدقيقتين صح. 3 او الاربع دقايق. دي نقطة. نقطة تانية من الحتة بتاعة الإبداع، أنا لازم أكون فاهم هو السكريبت اللي هيتقال ده هيتقال، يعني المعطيات حوالين السكريبت. الكتابة نفسها أنا ما بعتبرهاش العامل الأهم، دايما التفاصيل حد اللي يعرف حوالين يكتب. المشروع. صح صح، يعني بحس ان السكريبت شويه ممكن اي حد يقدر يكتب في حاجه معينه يقدروا يكتبوها او كذا، لكن حته ان انا ابقى مركزه في التفاصيل بتاعه الحاجه اللي انا بكتب عنها، we all have a هي دي اللي story بتميز. tellers. يعني احنا كلنا جوانا كاتب امم. يعني مش كاتب، كلنا جوانا واحد ممكن يحكي حدوتة. لو جيت قلت لك اخبار شغلك ايه هتحكي لي. لو جيت كلمت اي حد قلت له عامل ايه النهارده، لو جبتي طفل صغير قلت له عملت ايه في المدرسه هيحكي. امم. بس القصه التفاصيل اللي حوالين الشغلانه هي اللي بتخلق الابداع. الهوك او العنوان قد ايه جذاب، قد ايه الناس مهتمه بالموضوع ده، ولازم يكون قلبي على الناس. وانا لو انا هفيد الناس مثلا في موضوع، انا عايز اتكلم في الحلقه ديت عن مشكله سوق العمل من انهي زاويه، من انهي مشكله، لازم ابقى متصل بالناس هم حاسين بايه امم. عشان اقدر اخلق هوك او اخلق مثلا هيدلاين كويس. صح. لازم اراعي اللي هيتكلم ده التون بتاعته عاليه، التون سريعه، الكلام ده كله امم. مليون تفصيله لازم تبقى في بالي وانا بشتغل. لكن يعني لو جينا للكتابه، الكتابه نفسها ممكن تبقى انا عايز اقولك ترتيبها رقم 3 او رقم 4، لكن عنصر الابداع في التفاصيل اللي حوالين الكتابه نفسها. امم. برضو هل هناقش زاويه، الزاويه دي نوقشت قبل كده او ناس اتكلمت فيها فهنطلع نتكلم في موضوع مستهلك، ولا هنجيب حاجه قد تكون مختلفه. امم. يعني مثلا عملنا سكريبتات عن الانمي اللي هو زي اه. الكرتون. اه. الناس طبعا واخده ان الانمي زي الكرتون الكلام ده كله، لكن الزاويه اللي احنا اتكلمنا فيها ان ده كان جزء من اقتصاد اليابان، لدرجه ان سنه 2020 في انمي اسمه قاتل الشيطان عمل حوالي 408 مليون دولار في فيلم. ده عادل يعني عادل الاحتياطي البترولي لدوله قطر في 2020. اصلا. فيعني قطر يعني اللي هو ايه بتعصر في بترولها، ايوه. واحنا منزلين فيلم انمي عاملين 408 مليون دولار. امم. فتبص تلاقي ان انت واخده الموضوع من زاويه اقتصاديه، وبتشرحي لمحبي الانمي مثلا حاجه امم. هي جديده عليهم، وقد ايه الفن ده اعتمد في الوزارات اليابانيه كجزء من الاقتصاد، وان لازم ينتشر، لان خلاص بقى خلاص لا الانمي 20% دلوقتي من منتشر الاقتصاد قايم عليه. بشكل كبير جدا، مفيش حد مم. دلوقتي قاعد الا لو بيتفرج على كذا وعلى كذا وعلى كذا، انتشر فجأة. بالظبط. وبقت يعني سامسونج مثلا خلاص يعني ابتدت تنزل ابلكيشنز زي ديزني، زي نتفليكس، زي الكلام ده كله. امم.
اسمه كرانش كرول. ده خلاص ده سامسونج بقى، ده اساسي على تلفزيوناتها عشان الناس تسبسكرايب وتتفرج على انمي. ايه اهم السكريبتس اللي حضرتك كتبتها او حسيت انت كنت مستمتع وانت بتكتبها، ما كانتش مجرد سكريبت كده عادي؟ والله في حاجات في المجال الرياضي كتير بقى، يعني هو مؤخرا اللي انا فاكره في الماركتينج يمكن كان يعني مش عايز اتكلم عن البراندات عشان البراندات ممكن يعني تلمس معانا اه. في مشاكل مش وقتها خالص، بس هي كانت اقتصاد الانمي يمكن اخر حاجه دلوقتي. امم. في حاجات عن العملات الرقميه، بس كانت اخر حاجه اللي كنت حاببها اقتصاد الانمي. الاندستريز بتاعت السكريبتات بتبقى مختلفة، يعني الواحد لما بيتكلم او بيكتب عن سكريبت مثلا في شوية كوميدي، غير لما بيتكلم عن حاجة فيها انفورميشن، غير لما بيتكلم عن حاجة براندنج، بتختلف شوية الصياغة والطريقة وطريقة تعبيري عن الموضوع. بص، هو الكتابه في السكريبتات بتاخد من يعني في كذا عنصر. امم. هي بتاخد من روح الكاتب نفسه. لو انا شخص ما بهزرش، مش عارف اهزر في السكريبت، هتبص امم. تلاقي الموضوع ماشي بستايل معلوماتي، جد جدا. وبشكل معلوماتي منظم. بيروح الموضوع ده للمحرر او للاديتور، بيبتدي بعد كده هو اللي يضيف اللمسه الخفيفه شويه لو هو اصلا عنده الحته بتاعت اللمسه اوكي. الخفيفه دي. اه. لكن السكريبت بيسلم وان شوت وهو راجل فكاهي مرح بيقدم الكلام ده كله، لا. امم. بيكون في ممكن سكتش رايتر بيخش يعدل في الكلام ده احيانا، او الموضوع بيترك لارتجال صانع المحتوى في بعض اه. الاحيان برضو. طيب المواضيع نفسها، في مواضيع احنا مش العالمين بكل حاجه، صح. بس في بعض المواضيع مثلا تكوني حضرتك مهتمه بيها، مثلا زي الاقتصاد، زي الاحصاء، زي الفيزياء، زي الرياضه. بتشجع الاهلي، بتشجع الزمالك، بتتفرج على الرياضه العالميه، بتحب التنس، السباحه، الكلام ده كله. امم. ده بيأثر في طريقه الكتابه، اللي انت كده كده عندك معلومات فعارفه بتدوري في ايه، صح. عن ما تاخدي موضوع انا ما اعرفش عنه حاجة او مش عشان مهتمة حاجه بيه. مش مهتمه بيه. وابتدي اعمل ريسيرشز، او ابتدي ان انا ادور في معلومات كتيره وكبيره، وابقى تايه شويتين لحد لما اوصل للزاويه اللي يعني هعمل يعني اشد سبوت، او ان انا القي الضوء عليها بشكل مكثف علشان خاطر اعرضها للناس في الكتاب. صح. كنا لسه بنتكلم على حتة التأثير والإقناع، هم دول أنا بشوفهم دايما هم مفتاح نجاح أي كوبي بتطلع أو الكونتنت كرييشن عموما. صح. التأثير والإقناع بقى ليه السوق الخليجي للجمهور المستهدف هناك، ان انا اعرف الانسايتس بتاعته، ان انا اعرف الكونسيومر بيهيفير. الموضوع ما بيبقاش اسهل حاجه. فبما ان حضرتك كنت يعني اشتغلت في المجال بتاع السوق الخليجي شويه، كلمنا عن تجربتك كده. الدنيا عامله ازاي؟ اعرف الانسايتس ازاي لو انا شغال هنا ما اعرفش اي حد خالص من السوق الخليجي وجاي لي كلاينت مهم. وعايز اشتغل؟ هو كلمة السوق الخليجي واسعة شويتين، امم. يعني عارفة حضرتك اللي هو في مثلا يعني السعودية، في خلينا نجيبها طب بمفهوم أسهل شوية، إن كل دولة ليها ثقافة وليها طريقة تعامل مختلفة. يعني الدنيا في الإمارات مختلفة عن السعودية بشكل كبير، وعمان كذلك، الكويت كذلك. هدي أمثلة مش بشكل حصري يعني، لكن الشغل في الإمارات، أنا مثلا الشغل اللي جالي من الإمارات كان وضعه إن الشركات اللي جاية من بره شركات أجنبية تتعامل مع ايجنسيز ماركتنج او وكاله مختصه بالتسويق في الامارات، والوكاله دي بتبقى هم عايزين الشركه الاجنبيه دي، فرضا انها شركه البان مثلا، هم عايزين ينزلوا السوق الاماراتي، امم. فعايزين محتوى ده بالعربي. طيب هيعملوا ايه؟ عايزين كتابه محتوى بالعربي، فيروح الايجنسي اللي هي بدورها بتديني الشغل، امم. و... وانا كده كده موجود معاهم. طيب المعادله دي مختلفه تماما 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 عن عقليه دوله تانية ممكن يكون العميل فيها زي السعودية مثلا، العميل فيها هو شخص عربي خالص، عنده المعرفة الفنية بمهنته، ولكن مفتقد للمعايير والأفكار والمعرفة الخاصة بالتسويق، وبيجيلي وبيكون منظوره بالنسبة لي إن أنا جاي لك لأن أنت كواليتي كويسة جدا، والتكلفة ممكن تكون مناسبة يعني بالنسبة مناسبة له. بالنسبة لي شوية. مهم. فده فكر وده فكر. فالشغل بتاع الامارات قد يكون مريح ماديا، ده بصراحه يعني التفاصيل اللي برضو من ضمن التفاصيل اللي فيه ان هو طريقه العمل نفسها بيديلك مساحه اكبر، مم. لان في ثقه ان انت كاتب المحتوى اللي هيقدمنا للسوق ده بشكل كويس. فبالتالي القاعده اشتغلي وانا مش هعارضك لحد لما نشوف نتائج. يحصل حاجه، نشوف نتائج ايوه. نتكلم فيها. ايوه. الناحيه التانية العميل يعني هو مش فاهم الدنيا بشكل كبير، محتاج ان يعني بالبلدي كده ان انت تاخدي بايديه تبصريه بالدنيا ماشيه ازاي خطوه بخطوه. مم. وفي نفس الوقت هو لسه عشان هو مش فاهم الدنيا قوي، فهو مش واثق في حجم النتائج اللي هيحصل. صح.
بيبقى فبيبتدي محتاج يشوف الموضوع. حاجة بعينين، انه في اه ريزلتس معينة، في كي بي ايز طلعت، فهو قادر يلمس ان في مكسب. فمع فتمام. اول مشكله بتبتدي يعني هتظهر، بيبتدي ان هو يقلق شويه، يقول لك لا، ويبتدي يعترض، وبتحصل المشاكل بشكل كبير شويتين. امم. لكن التجربه بشكل عام بلس كمان نقطه كمان، الشغل يعني في الخليج مضغوط شويتين، وقت ومجهود. لان برضو هنرجع نقول هو مفيش الادراك الكافي، وده طبيعي في اي، يعني هنا حتى في مصر في الخليج مفيش الادراك الكافي بالمطبخ بتاع الصناعه، بالكواليس، بقد ايه انت بتحضري. مثلا عميل جه قال انا عايز 1400 فكره، وعايز 1400 سكريبت. طيب حضرتك لاي موضوع، هو موضوع واحد. طب ازاي؟ ما هو مفيش 1400 فكره هنعرف الموضوع نطلعها. واحد. بعدين احنا لو جبنا 1400 واحد، يعني تضمن منين ان مفيش تشابه في الافكار ما بين نسبه كبيره؟ صح. فالموضوع يعني صعب، مش سهل. الموضوع محتاج وقت ومحتاج مجهود. الشغل في المطبخ نفسه او في امم. الباك اوفيس او فكره التحضير للسكريبتات، لا بياخد وقت كبير. امم. فطبيعه الحال العميل عايز الاند برودكت، ما يهمنيش الطبخ ازاي اتعمل ازاي، بس في النهايه انا عايز هو سكريبت كويس. شايف عايز يشوف سكريبت، فبالتالي السكريبت هيجيب له برودكشن وتصوير بالظبط. وكذا. و... فبالنسبه له هو عايز يشوف الاند ريزلت، لكن و... ما وراء الاند ريزلت لا، دي ما ما مش ملوش بيه. بتاعته بالظبط. هو يعني بيحس ان تمام، انت هتقعد تكتبه الدنيا هتطلع خلاص. اه. ف... فبس يعني هي دي الثقافات بشكل عام، يعني دي بتأثر بشكل كبير جدا جدا. الإمارات وضعها مشابه شوية لعمان، نفس القصة. السعودية هي اللي كانت مختلفة شويتين ثلاثة في طبيعة الشغل. لكن إجمالا هل الشغل سيء ولا كويس؟ لا، ممتاز امم. بصراحة. طب ازاي نعرف الانسايتس بقى؟ يعني انا دلوقتي شخص مصري، مش بيحتك باشخاص مثلا من دول تانية زي الخليج، اذا كان سعوديه او امارات او كذا. مم. اعرف منين الانسايتس بتاعتهم؟ اعرف منين اذا كانوا هم عايزين يتكلموا باللغه الفلانيه او يحطوا الكلمه الفلانيه؟ ان انا ادخل جوه ثقافه أنا الشعب محتاج نفسه شويه. محتاج أبقى أكون موجود على نفس البلاتفورمز اللي أنا هنشر عليها. دي حاجة. طبعا بفرضية ان انا عندي مرجعيه او عندي ريفرنسز او عندي انستراكشنز هتفيد مثلا من العميل، تمام. بس لو ما فيش، خلاص انا محتاج يعني الانسايتس هجيبها منين؟ هجيبها من السوشيال. ومش بس من السوشيال وخلاص في المطلق، هجيبها من نفس المواقع. ممكن نقول الكومبيتيتورز كمان اللي هم بتوع البراند بتاعي. لازم امم. اشوف الناس بتتكلم ازاي، عايزه بتقول ايه. مذاكره اكتر. هي عايزه مذاكره اكتر امم. واكتر بكتير، لان في نهايه الامر بتفاجئ ان انت كل اللي انت محتاجاه حاجه اسمها اللهجه العربيه البيضاء. لغه عربيه سليمه 100%، سهله، امم. من غير نبغى ومن غير نسوي ومن غير يعني الكلام الكتير قوي ده. اه. تبص تلاقي لا، الدنيا بتمشي بشكل سلس، لان الغلطه في الانسايت بتقلب بسخريه كبيره جدا. امم. وده في اي براند، يعني صح. بتبص تلاقي ان لو حتى البراند مثلا هو يعني عارفه الافيه بتاعنا ابن بلد ومدقدق. يعني ايوه. الانسايتس لما بتبقى غلط في حته وبنبتدي ناخدها لبعد تاني، لمصطلحات تانية، الكلام تاني، لا الموضوع يا بتاخدي الوش بقى العصبي جدا جدا من الجمهور امم. بشكل عام، يا اما بتاخدي الوش الساخر بشكل كبير. وفي الحالتين البراند بيتضرر طبعا. مستقبل السوق الخليجي رايح على فين؟ ايا كان، اذا كان سعودي او امارات، هل حضرتك مثلا شايف انه الدنيا لا هتتوسع اكتر في حته الكونتنت كرييشن، او هم متطلباتهم هتبقى اكبر، ولا الدنيا ايه؟ لان انا حاسه ان فجاه فعلا حته ان الخلايجه ايا كانت جنسيتهم ايه، هم دلوقتي بيطلبوا كتير قوي في الماركتنج، ودخلوا في الماركتنج وعايزين يفهموا اكتر وعايزين البراند بتاعهم يلمع اكتر. مهم. فمستقبلهم ازاي؟ او حضرتك شايفهم فين كمان كام سنه؟ والله ده توقف الاي اي يروح معانا لحد فين. أيوة. احنا صح. نفسنا هنبقى موجودين ولا هيتم الاستغناء عننا؟ مفيش استغناء لحاجه، بس امم. بيحصل يعني تعديل في الادوار. لكن خلينا نقول ان بشكل عام هو طبعا انا مش خبير اقتصادي ولا اي حاجه، انا بس بتكلم من منظور شغلي وامكانياتي وتجاربي السابقه. امم. فبشكل عام لا، الموضوع يعني فيه بوتنشال كبير جدا 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 جدا، ان الشركات تكبر وانها تسافر وانها تفتح فروع بره. ويعني احسب ان هم محتاجين العقليه المصريه ومجهودها بشكل كبير جدا لغايه دلوقتي. يعني كده كده بيعال علينا في حته الابداع بشكل كبير جدا. امم. ولو هنتكلم ان حتى كمان لو الثقافة الخليجية هتجيب مثلا وكالة أوروبية تنفذ، يقول لك لا، أنا أجيب المصرية، لأن المصري أقرب لي للثقافة، أقرب للعقلية اللي عندي. صح. هو فاهم العقلية العربية، الكالتشر أولا وأخيرا.
مشابهة وهيبقى فاهم المتطلبات ماشية ازاي. صح صح يعني وسائل التواصل بينهم هتبقى اسهل، يبقوا عارفين يتواصلوا مع بعض اكتر. الموضوع يبقى اسهل شويه عن ما يجيب حد فعلا اوروبي يبتدي ان هو يشرح له ثقافتهم من اول وجديد، او تبقى شويه المذاكره مضاعفه مش زينا هنا. بالظبط، فالسوق مفتوح جدا. طيب هو ايه اللي هيحصل؟ بيحصل زخم في البداية، الكل بيطلع في السوق بشكل كبير، لكن اللي بيكسب سمعة وبيكسب اسم بمجهوده وبشغله بعيدا عن يعني اي اشتغالات بقى او اي فهلوه او اي ايوه محاوله ان انا ايه يعني بالبلدي كده اقول انا يمكن نطلع بعرف والكلام ده كله، لا هياخد يعني ماركت شير محترم جدا جدا، وهيقدر ياخد عملاء كويسين جدا. لكن الناس منفتحه انها تتعاون بشكل كبير جدا على مستوى كتابه المحتوى، على مستوى صناعه المحتوى. ويعني الشيء بالشيء يذكر، يعني اكتر حاجه تخدم كاتب المحتوى بره ان هو يكون حاجه اسمها بايلينجوال، اللي هو بيعرف يكتب عربي بيعرف يكتب انجليزي، اوكي لان ده مطلوب وده مطلوب. الثقافات منتشره، والانفتاح ده ما بيبقاش انفتاح عربي عربي 100%، لا بيبقى عربي انجليزي عربي اجنبي. هتلاقي ايه الانفتاح الاستثماري دايما بيستقطب من بره، هتبص تلاقي اوروبيين جايين، وهتلاقي جنسيات تانية جايين. فنقطة التميز بالنسبة لأي كاتب محتوى بره ان هو يكون متقن للغة العربية، ده رقم واحد. مش بس عارف، لان برضه هو ممكن يبقى بيتكلم العامية كويس، لكن لما نروح للغة العربية ما يعرفهاش قوي، امم او هو ضعيف فيها او عنده مشاكل فيها محتاج يقوي نفسه. ده رقم واحد. رقم اتنين انه يطور نفسه في اللغة الانجليزية بحيث انها تبقى قريبة او تساوي مستوى كتابته باللغة العربية، هيكسب بشكل كويس جدا وقتها. صح. كتابة المحتوى دلوقتي ما بقتش بس مقتصرة على الكوبيز اللي بتنزل على السوشيال ميديا او على كتابة السكريبتات بس، الموضوع دلوقتي بقى اوسع شوية وبقى رايح اكتر لحتة البودكاست. دلوقتي احنا شايفين في بودكاست كتيرة جدا منتشرة بالاندستريز بتاعتها مختلفة. فبالنسبة بقى لي بودكاست مج شاي بلبن، انا خلاص عرفت الكونسبت اللي ورا شاي بلبن. البعد الفلسفي العميق الرهيب اللي انا ايوه لسه ايوه. حكيته. كلمنا شويه عن تجربتك يا مستر محمد في البودكاست، وكانت ايه المختلف هنا لما صناعه المحتوى هنا او كتابتك للسكريبتات بتاعت البودكاست عن اي سكريبتات تانية كنت بتكتبها قبل كده؟ السكريبت السكريبت اللي انت بتشتغليه هو الاثنين معتمد في النهايه على طريقه الضيف امم وقدره الضيف على الالقاء والتعبير وايصال المعلومه. بس انت مثلا في السكريبت اللي بيقدم او هيطلع مثلا ريلز او شورز، فالناس بتبقى تمام يعني، او الضيف مثلا او العميل او اما يكن، هو تمام، هو يعني في فريم او في اطار هو مش هيطلع منه يمين صح. شمال، هو هياخد اول المعلومه هيوصل لاخرها. امم لكن الاسئله انت بتحضري الاسئله وبتجتهدي، لكن مدى جوده الحلقه هي متوقفه بشكل كبير على ارتجال الضيف، وفي بعض يعني في اوقات كتير اجاباته ومستواه الفكري والثقافي قبل الكلام ده كله. فالحدوته في البودكاست يعني مقلقه شويه. ممكن كمان طبعا توفيق ربنا قبل كل حاجه، ممكن يكون الضيف كويس وصاحب علم، لكن يطلع يتكلم تبقى في شكل الدنيا مش بودكاست اظبط حاجه. يعني تحس انك مش عارفه تاخدي منه المعلومه اللي تقدم بشكل سليم، لان في النهايه انت بتعملي بودكاست ليه؟ عشان توصلي معلومه امم وتقدمي افاده. فبتبقى بقى هي دي المشكله بقى، انت عايزه تسالي السؤال وتاخدي النقطه دي، صح. فتحس انه ما قالهاش، فتبتدي انك نفضل بقى ترتجلي. نلف وندور شويه. ترتجلي تطلعي بقى من السكريبت او تحاولي توديه للحته دي. بس فده الاختلاف في يعني كتابه السكريبتات عن الكتابه للبودكاست. وبودكاست مج شاي بلبن بقى حكايته كانت ايه؟ هو ما فيش اي حكايه اكتر من فكره انت يعني برضو نفس الكونسبت بتاع ان انت عايزه تقدمي امم حاجه مفيده. هل هي فور فري؟ هي نظريا فور فري، عمليا انا برضو مقتنع ان المعروف مردود. اتس كايند اوف براندنج، ان الناس بتعرفك اكتر، الناس بتعرفك اكتر، في فرص اكتر للتعاون، ودي حاجه كويسه. لكن انا كنت مثلا بقول ان انت عايزه يعني تفيد الناس في الورد اوف ماوث، او فكره ان انت تنتشر عن طريق ان انت الشخص اللي بيفيد ده يكون موجود. امم لكن بتكتشفي يعني والحمد لله ان في استفادات ما كانش معمول حسابها، ان بقى في يعني علاقات صداقه قويه جدا جدا مع الضيوف صح. بشكل كبير. لسه كنا بنقول ان الشغل بيجيب شغل. الشغل بيجيب فالواحد لما شغل، بيبقى عارف هنا بيبقى ليه معارف هنا، ايا كانت الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، فالموضوع بيبقى ماشي كويس. والنتوركينج هو رقم واحد في الشغل صح. بصراحه يعني. ايوه في دي حقيقه. شغلنا بيسمع كويس، وبيفرق في تفاصيل تانية. بتبص مثلا تلاقي مكان عايز شغل كونتنت رايتنج في التخصص الفلاني، طب ما التخصص ده انا ناقشته مع الضيف في اه الحلقة الفلانية، فتبتدي كمان تلاقي ان انت تطلع لك سامبلز بقى، ليكي ريفيرالز او ليكي سابقة اعمال في الجزئية دي، سابق فعلا صح. معرفة فيه. صح.
ازاي ممكن حد يبقى عامل بودكاست ويبتدي يبني كوميونتي ليه، او يبقى عارف هو مين التارجت اودينس اللي هو حابب يبقوا حواليه او كذا؟ فحته الكوميونتي بيلدينج دي لاي بروجكت لسه جديد، خصوصا البودكاست دلوقتي مش سهله، خصوصا صحيح. دلوقتي يعني البلاتفورمز كلها مليانه بودكاست بمختلف الاندستريز. انا وقعت في الغلطه دي في الاول. الدنيا تاهت مني شويه، مم. يعني فكره ان ايه، انا عايز اجيب حد، يعني عايز اجيب حد يكون بيفيد. فدي مشكله، لان طب انت هتروح لمجال الترجمه ولا مجال كتابه المحتوى، ولا هتروح الجرافيك ديزاين؟ طب ده هيخليكي تودي الموضوع لفكره ان انت سلسله صناع محتوى ولا مترجمين، ولا هتطلعي من دول وتروحي لللايف كوتشز، ولا فالدايركشن نفسه او فكره التوجه. انت عايزه تفيدي خلاص على عيني وعلى راسي، بس انت عايزه تروحي لايه، عايزه تخاطبي مين بالظبط؟ مم. هنا بقى يعني فكره تحديد الجمهور المستهدف، فكره الافاده في المطلق دي بتبتدي بقى تحجميها شويه، صح. ورغبه الافاده، وتبتدي تشوفي عايزه افيد الناس بس مش كل الناس، مم. الشريحه الفلانيه في المجال الفلاني. صح، الواحد يعني بيبتدي يسيرش اكتر على الجاب الموجوده في الماركت، او مهم. الناس محتاجه ايه اكتر. بس هي بتيجي فعلا باي سيرشنج. يعني انا بشوف الناس ببتدي اعمل مثلا لو هعمل استفتاء معين او حاجه معينه، ابتدي اعرف ناس اكتر محتاجه ايه، فاشوف هل ده في الاندستري بتاعتي هقدر اسدها ولا يعني لا. ادي حضرتك مثال، يمكن من اشهر البودكاست دلوقتي مثلا احمد رشاد، بزنس بالعربي. امم. طب انا مثلا نفسي اطلع في حلقه مع احمد رشاد، دي حاجه حلوه، بس طيب خلينا نقول ان انا لازم افهم هو بيفكر ازاي. صح. احمد هو بيتارجت اصحاب الاعمال من فئه معينه بدرجه معينه، مش مجالي. انا ممكن اكون ميال اكتر للشغل مع الفريلانسرز امم. مثلا، ونصايحي وكلامي كله للفريلانسرز، ولكن انا مش صاحب الشركه ولا صاحب المؤسسه اللي هقعد قدام احمد احكي له دوائر راس المال والفلوس اللي انا كسبتها وخسرتها وقدرت اقوم واسست كام شركه والكلام ده كله. انا مش في الكاتيجوري ده. امم. فلازم اكون فاهم ان لا، البودكاست ليه توجه وليه شكل. فيعني الشكل ده ما يناسبنيش، ممكن يناسبني مثلا بودكاست تاني هو اصلا متخصص في الفريلانسنج. صح. هي الفكره كلها فعلا في انا مجال شغلي ايه، فابتدي اركز على انا ممكن اروح هنا او هنا او هنا، عشان ما حدش يحس انه انا مش عارف اوصل لهنا، في الغلط من عندي او التقصير من عندي. بالظبط وما يفيد الصناعه. يعني مثلا بنتكلم في الكونتنت رايتنج، طيب انا محتاج مثلا اتكلم مع جرافيك ديزاينر، محتاج اتكلم مع ميديا باير، محتاج اتكلم مع مين تاني خدم على اهل الصناعه دي. امم. بس فده الاساس في البودكاست، نيتش، اعرف الشريحه، اعرف تارجت ايه، حلو جدا. صح. واتخلص من الشعور بتاعت ان انا عايز افيد كل الناس. فعلا صح. انا المفروض ان انا خلاص انا بوجه نفسي لحد معين او فئه معينه من الناس، هي دي اللي انا ببقى عايزه افيدهم. ده صحيح. حلو قوي. اخر سؤال عايزه اساله لحضرتك بقى ان بوينتس كده، ايه السر ورا ان ان الشركه او ان العميل الشركه تختارني انا، وما يعني تختارني انا بناء على اسمي اللي على الكارت مش اسم الشركه؟ سمعتي، وسمعتي جايه من ان انا ما بفتيش في الشغل يعني، ودي بتيجي من قاعده الصراحه والصدق، وان انا اقول لا اكتر ما اقول طالما كلمه لا مفتوحه. يعني في شغل ممكن يجي الناس بتحترم ده جدا، لكن في بعض الاحيان بيفهم على ان انا بوقع شغلانه، انا ما باخدش الشغلانه. لا، مش فكره انت ما بتاخدش الشغلانه، هو رزقك مكتوب لك، بس انت بتاخدي ال يعني ايه الشغلانه الصح اللي تناسبك وتناسب امكانياتك. مثلا انا جالي شغل ممتاز وحلو وبفلوس كتير وعميل كبير، واقعد اسرح احيانا ان ده لما يتحط في البروفايل بتاعي على السوشيال هيفرق وهيجيب لي شريحه تانية، بس انا ما اقدرش على الشغل ده، صح. مش بتاعي، مش شريحتي. في ناس كتير قوي بتاخد الشغل وهي مش عارفه فعلا هي هتبقى قادره عليه، هل ده شغلها، هل هي المختصه فيه ولا لا. هي مجرد شغل بتاخده خلاص وبتشوف الدنيا فيها تمشي ازاي. فدي اكتر نقطه بتلمعك، قد ايه انت صريحه، وقد ايه انت واضحه، وقد ايه انك وقت لما ما بتبقيش عارفه بتقولي مش عارفه، وبتفاجئ ان العميل ده بيلف يلف ويرجع لك تاني، بيجي لك مشروع واثنين وثلاثه، لانه حاسه بحته الامانه، اللي هو لو في مشكله في المشروع انت هتقولي، لو في حاجه مش ماشيه كويس لا هتقولي ما اعرفش هنجيب حد تاني، او هتصارحي. ودي ما بتحصلش. صح. يعني احنا احيانا نادر قوي دلوقتي لما بتحصل الموضوع ده. بنمشي بنظام ايه، هات وانا اعمل لك، واوت سورس، والدنيا تضرب وتبوظ يعني فالنقطه دي مهمه، وفكره الاهتمام بالتفاصيل بتاعه العميل. يعني اخر حاجه هي الكتابه، يعني اخر عنصر احنا بنعمله الكتابه، لكن لازم اكون دارس ومذاكر واخد وقتي في ان انا محضر الشغل كويس، وعارف هعمل ايه وهمشي الدنيا ازاي، ولو في مشكله هفهم العميل، ولو هتاخر هقول له. فالتفاصيل التحضيريه دي كلها لو اتعملت صح هكتب صح،
وهلاقي ان يعني بالبلدي كده مش هيقدر يحتار عدوك فيك، ما هو مش هيمسك لي غلطه، صح. هنفضل ماشيين كويس وعلى وفاق، فهفضل يعني كبير في نظره، فاسمي هيعلى، فالورد اوف ماوث بتاعي هيعلى. امم. لان انا لما اعمل له شغل بالطريقه دي وانجح، هيجي بعد كده يقول اه محمد اللي كان معايا، وانا هقول اه ده انا عميلي فلان. امم. فدي المعادله اللي اقدر بيها ان انا انجح بعد كده. صح. خلاص، حلو جدا. ما تنساش ان رحلة ال1000 ميل بتبتدي بخطوة، خطوة انك تتطور وتتعلم، وما تقولش ان لا انا مش لاحق، او ان انا مش لاقي، او ان انا مش عارف انا ابتدي منين. صدقني اللي انت عايزه هتوصل له، وهتوصل له حلو قوي لو انت سعيد وركزت في اللي انت بتشتغل فيه. واول خطوه هتبتدي من عندنا هنا فليكس توك بودكاست. مستر محمد هيقدم لكم كورس كونتنت كرييشن عشان تبتدوا تعرفوا اكتر عن الكونتنت، واكتر عن صناعه المحتوى وما وراء صناعه المحتوى. اكتبوا لنا في الكومنتس كونتنت كرييشن واحنا هنبعت لكم كل التفاصيل. وتنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتس، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. انا مروه معتز، وليكس توك.